تصين في التوكيل ولا بره التوكيل؟ سؤالك ده كل الناس بتساله. مفيش شك ان الصيانه في التوكيل امن بكتير. هي الفكره كلها في ناس مع ارتفاع المهول لاسعار قطع الغيار جوه التوكيل وتكلفه الصيانات، فبقت الناس بتلجا بعد مرور فتره الضمان للصيانه خارج التوكيل. الصيانه خارج التوكيل ليها شروط. مصدر قطع الغيار اللي هتجيب منه لازم يبقى موثوق فيه بالنسبه لك او بالنسبه لتجربه حد تاني. يعني في جروبات للملاك بتوع العربيات بماركات العربيات كلها بيبقى معروف عليها مين الكويس ومين الوحش، والناس اتعاملت معاه ومرت التجربه بيه. نفس الكلام في مراكز الخدمه والصناعيه. في صناعيه سمعتهم كويسه جدا بيبقى موجود برضو على جروب الملاك، لان اي عربيه بيبقى في ناس متخصصه، الناس دي بتبقى معروفه والناس عارفاهم والجروبات عارفاهم. فانت لازم قبل ما تروح لحد تشتري منه قطعه غيار او تصين عنده عربيتك وتفك فيها مسمار واحد، لازم تبقى سائل عليه وعارف اذا كان دوت سمعته كويسه ولا هو سمعته مش كويسه. عايز تعرف مراكز موثوق فيها ومحلات قطع غيار موثوق فيها، انا هسيب لك في الهايلايت عندي عناوين وارقام تليفونات مراكز ومحلات قطع غيار سيارات لمعظم الماركات اللي موجوده في مصر، معتمده ومضمونه 100%. تعرف تشتري قطع غيار مضمونه منين وامتى؟ اسال محرم وانا هجاوب.